السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث اليوم. العناوين: المعالج الروحاني الذي كشفته فيديوهات سقوط دجال اسكندرية في قبضة الشرطة. حالة خادمة المحكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالنزهة. تفاصيل التحقيقات مع صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والتزوير. اعترافات متهم بالنصب في المنيا، نفذت 8 جرائم بأسلوب انتحال صفة موظف بنك. اعترافات صنعت محتوى نشرت فيديوهات مخلة بالهرم هدف زيادة المشاهدات. الداخلية تضبط المتهمين بالتسجل بأسلحة بسبب خلافات الجيزة. الداخلية تضبط المتهمين بالتسجل بأسلحة باسكندرية. الداخلية تضبط المتهم بضرب شخص من ذوي الهمم بسبب معاكسة سيدة. الداخلية تضبط 11 طن طحينة مجهولة المصدر في مصنع بالقاهرة. الداخلية تكشف ملابسات تعدي مدمن على والدته بشمال سيناء. بتر يدمو زارع أثناء عمله على دراسة في 100 غم. تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 25 مليون جنيه بالعقارات والسيارات. العثور على جثة شاب بجوار مسجد الشهداء بالمنصورة. إصابة شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام في سوهاج. تجديد حبس صاحب محل انفجار مولد تجمع 15 يوم. مقتل شخص في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالغربية. إصابة 3 أشخاص بادعاء تسمم غذائي عقب تناول فسيخ في نبرون. العثور على جثة شاب داخل منزله في أجا بالدقهلية وسط شبهة جنائية. سيطرة على حريق هشش ومخلفات أعلى سطح عقار بحدائق القبة. إليكم التفاصيل. إخلاء سبيل والدة إبراهيم شيكا في قضية التشهير بأرملته بالغربية. إليكم التفاصيل. المعالج الروحاني الذي كشفته فيديوهات سقوط دجال اسكندرية في قبضة الشرطة. حين يتحول الوهم إلى تجارة، تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى بوابة لاستدراج الباحثين عن العلاج الروحاني. تبدأ الحكاية من خلف شاشة هاتف وتنتهي داخل قبضة الشرطة. هذه المرة قضت مقاطع فيديو لأعمال الدجل والشعوذة التي كشف نشاط أحد الأشخاص بالإسكندرية بعدما اتخذ من ادعاءات العلاج وسيلة للنصب على المواطنين تحقيق أرباح مادية. بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهم الذي داب على الترويج لنشاطه عبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفا استقطاب المواطنين وإيهامهم بقدرة على علاجهم من خلال أعمال الدجل والشعوذة. وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حال وجوده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعثر بحوزته على هاتف محمول. بحثه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. مفاجأة كانت في محتوى الهاتف، حيث كشف المقاطع المصورة قيام المتهم بتصوير نفسه أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، ثم نشر هذه المقاطع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. تفاصيل التحقيقات مع صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والتزوير. تبشر النيابة المختصة التحقيقات مع صاحب كيان تعليمي وهمي عقب تمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب على شهادات
والاحتيال على المواطنين راغبين للحصول على شهادات في أحد المجالات. تفاصيل التحقيق مع المتهم: تبين المتهم كان يوهم المواطنين بأن الشهادات التي يمنحها الكيان تمكن حاملها من الحصول على فرص عمل على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية بهدف تحقيق أرباح مادية. وعثر بحوزته المتهم على عدد من الاستمارات ونماذج الامتحانات الخاصة بالكيان، كشوف بأسماء الطلبة والمتدربين والمبالغ المالية المدفوعة، بالإضافة إلى ختم أكلاشيه. اعترافات المتهم: بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما تتولى النيابة المختصة بشأن التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة. الداخلية تكشف ملابسات تعدي مدمن على والدته بشمال سيناء. كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن زعم القائمة على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر حال استغلالهما سيارة أجرة تاكسي بشمال سيناء. في البحث تبين أنه بتاريخ 14 الجاري قام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول عريش بالتعدي على والدته ربة منزل وشقيقته مقيمين بذات العنوان بالسب والضرب، لرفض والدته إعطاء الهاتف المحمول الخاص بها لعمله بتعاطي المواد مخدرة، فقامت بالاتصال بنجلها الأكبر عامل بمصنع للسيطرة على شقيقه، فحضر برفقته نجل عمه سائق مقيم بدائرة القسم بسيارة الأجرة تاكسي ساري ترخيص إصدار مقطع الفيديو، وحاول اصطحابه داخل السيارة عنوة لإبعاده عن المنزل وإمكان ضبطهما. والأول مجرم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحقيق على السيارة اتخاذ الإجراءات القانونية. ماذا يحدث بعد الإحالة المفتي؟ 4 خطوات. تفصيل سارة خليفة عن الحكم النهائي. أعاد قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهم آخرين إلى فضيلة المفتي في قضية تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، تسليط الأضواء على الإجراءات القانونية التي تسبق صدور الحكم النهائي في مثل هذه القضايا. المرحلة القضائية: وتبدأ المرحلة الأولى بإرسال أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهمين المحالين إليها، وهو رأي استشاري تأخذ به المحكمة أو تطرحه وفقا لما تراه من أدلة الدعوة. في المرحلة الثانية تعود القضية لهيئة المحكمة بعد ورود رأي المفتي لتستكمل نظر الدعوة قبل جلسة النطق بالحكم. المرحلة الثالثة فتتمثل في جلسة 5 سبتمبر المقبل التي حددتها المحكمة لإصدار حكمها في القضية بحق سارة خليفة وباقي المتهمين، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو باقي المتهمين في الدعوة. وفي حال صدور حكم بالإدانة تبدأ المرحلة الرابعة، إذ يحق للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقد تملك تأييده وإلغائه وإعادة المحكمة وفق الإجراءات القانونية. كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة 27 آخرين إلى محكمة الجنايات تم أيام بتكوين تنظيم إجرامي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار في مقرات المحكمة. حالة أوراق 13 متهم بينهم سارة خليفة إلى فضيلة المفتي مع تحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم. ننشر نص أقوال الأطفال ضحايا توربونو قنا الجديد أمام النيابة. كان بيهددنا بالذبح بالسكين، يجبرنا على خلع الملابس، وكان بيدينا فلوس عشان نروح له تاني. هو كذاب وعمل معانا حاجات وحشة وهيدخل النار. حصل يوم السابع على أقوال الأطفال الذين تعرضوا لعملية عرض على توربينو جديد بعد أن قدمت الأسر ببلاغات بمركز دجنة بالواقعة تحمل رقم 3015 سنة 2016 إداري دجنة، وأمرت نيابة دجنة باستدعائه بعد ورود تقرير معمل الطب الشرعي بعد لمركز دجنة بالواقعة تحمل رقم
3015 سنة 2016 إداري دشنا، وأمرت نيابة دشنا باستدعائه بعد ورود تقرير معمل الطب الشرعي الجديد على ملابس الأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.